وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بكم في فيديو جديد. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهارده بقى انا عندي فيديو كده مشتريات مع شويه حاجات هعملها في البيت، وكمان هنبدا تفريزات او هنعمل حاجات كده نفرزها في الفريزر، هتنفعنا بقى في رمضان، هتنفعنا طول الشهر. هنا كنت بوريكم ان انا جبت فراولة وغسلتها وقطعتها، حطيت عليها سكر وسبتها بقى تنزل ميتها كده للولاد. كمان جبت فلفل، جبت شطة حمراء، وجبت فلفل حامي برضو احمر اخضر، خضرة شبت وبقدونس وكزبرة وجرجير، وغسلت الخضرة كده وحطيتها في العلب اللي هي غطاها اخضر بتاعه تبر وير دي، بتحافظ على الخضرة جدا. هنا بقى كنت نضفت التلاجة، صبنتها كويس، كنت حطيت الخضار كله في المنظمات ورصيتهم كده في التلاجة زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى هنا اقول لكم ازاي هنعمل الملح المبهر او الدقة. احنا عندنا بنقول عليها دقة. الكيس اللي معايا دوت اسمه خلطة ناعمة، او بتبقى عبارة عن شوية بهارات مع بعض، شطة وفلفل وكمون وكزبرة وسبع بهارات، والكلام بنقلبهم مع بعض او بنخلطهم مع بعض وبنفضي عليهم ملح ملح ابيض، وبنقلبهم كلهم مع بعض، وبكده بيبقى معانا دقة بقى للسلطة، للبطاطس المحمرة، لأي بقى أكلة بنعملها بتدي طعم حلو. تتبيلة الفراخ هو أنا بجيبها جاهزة كده من عند العطار، وساعات لما بتخلص عندي بعملها في البيت، يعني لما بتبقاش عندي موجودة بعملها في البيت. بحط ملح أبيض، عليه فلفل أسمر، وعليه كمون، وعليه كزبرة، وعليه شوية صغيرين شطة، وسنة قرفة على حرف المعلقة كده، يعني ربع معلقة قرفة، ومعلقة صغيرة من السبع بهارات. وتقلبي بقى الكلام ده كله مع بعض كويس جدا، وبتحتفظي بيه عندك في برطمان. انا لما بعمل منه كمية كبيرة بشيلها في التلاجة. هنا لقيت محتاج ملح فقلت ازود ملح تاني. كده انا تقريبا حطيت كيسين ملح، عليهم معلقتين كبار كمون، وعليهم معلقة كبيرة فلفل اسمر، معلقة كبيرة كزبرة، نص معلقة قرفة، ونص معلقة من السبع بهارات، نص معلقة صغيرة ونص معلقة صغيرة قرفة والسبع بهارات. كان عندي بقى البرطمان دوت بتاع الدقة، فقلت افضيه فيها، هعبيها بقى في البرطمان وكده تبقى جاهزة عندي. بتدي طعم حلو في الاكل. في ناس بتقول عليها دقة، وفي ناس بتقول عليها ملح مبهر، علشان الملح بنخلط عليه شوية بهارات فبتديله طعم وريحة. بنستعملها بقى في اي حاجة، يعني مع رشة بسيطة كده منها مع اي اكلة بتغير طعم الاكل وبتخليه حلو. وادي كده تاني حاجة في اليوم النهاردة، يعني انا نزلت السوق ورجعت جبت الخضار وغسلته ورصيته في المنظمات زي ما انتوا شفتوا كده، ونضفت التلاجة ورصيتها ورصيت الخضار فيها، وعملت الدقة. وكمان كان معايا فلفل وكمون هفضيهم في البرطمانات. هجيب بقى القمع اللي بفضي فيه وهبدأ كده افضيهم. وكمان كنت جايبة طماطم مستوية من السوق، وعندي الطماطم اللي قدامكم دي مجمدة اهي، كانت عندي في الفريزر. هنا دي بقى الطماطم اللي جبتها من السوق مستوية، غسلتها كويس. هبدأ بقى اشيل لو في جزء منها في القشرة في حاجة هشيلها زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ بقى اقطعها في الحلة، وبجيب حلة كبيرة عشان لما تفور ما تبهدلش الدنيا، او علشان تاخد الكمية كلها. هي كده كده اول ما تغلي وتنزل ميتها هتبدأ الكمية تقل او هتخس شوية. الطماطم المجمدة دي بقى كانت عندي في الفريزر. كنت كل ما بنزل السوق وبجيب طماطم جديدة ناشفة او جامدة شوية، بشوف اللي في الدرج عندي او اللي في التلاجة عندي، لو طرية قوي بروح حطها في الفريزر زي ما هي كده لحد ما اجمع شوية حلوين وبعدين اغليهم.
بصوا بقى، هقطع الطماطم كلها كده زي ما انتم شايفين، السليمة اللي ما فيهاش حاجة هحطها في الحلة. طبعا الطماطم تقريبا بدأت ترخص، انا جايبة المستوية دي كانت كيلو ربع ب5. وجبت من الجامدة بتاعة السلطة كانت الكيلو ب6. ولسه بقى كل ما انزل السوق والاقي قدامي طماطم مستوية هجيب شوية، لان هينفعوا في رمضان. نزولي في السوق للسوق في رمضان بيبقى قليل، عشان الصيام. فبحب الحاجة تبقى عندي في البيت بزيادة. فطبعا الطماطم شيء اساسي. والشوية اللي انتوا شفتهم دول كلهم عملت منهم حوالي 12 كيس ل 12 طبخة. طبعا احنا مش بنطبخ كل يوم، فممكن يكفوا يعدوا الشهر يعني. طبعا احنا لسه هنبدأ بقى تفريزات لرمضان، بس مش دلوقتي. يعني انا دلوقتي بشوف ايه الخضار اللي موجود في السوق وهيخلص. زي البسلة مثلا، انا جبت بسلة، جبت قرنبيط، وهخزنهم برضو معاكم النهاردة. وجبت جزر كمان للبسلة. في ناس كتير بتحب تخزن البطاطس، تفرزها، بس انا بصراحة ما بحبهاش. فباجي قبل رمضان وبجيب كمية كبيرة كده بتقعد عندي في البيت طول رمضان عشان السحور. بحب اخزن القلقاس. طبعا هنخزنه مع بعض الفترة اللي جاية. السبانخ والفاصوليا. بس انا النهارده كنت نازله السوق متاخر شويه فما لقيتش خضار كتير. فجبت بس بسله وجزر بطاطس والطماطم المستويه دي. حتى كان عندي طماطم جامده وفلفل في التلاجة، فما جبتش خضار كتير. طبعا انتي ممكن ما تغليش الطماطم زي ما انا بعملها كده، تصلصيها. ممكن تحطيها صحيحه زي ما هي في الفريزر. ولما تكوني عايزه تطلعي منها بتطلعي قبلها، تفكي وتضربيها في الخلاط. بس انا كده بستسهل. دي بقى الطماطم الجامده دي كانت في الفريزر زي ما انتوا شايفين كده. هحط بقى كله على بعضه كده واحط لهم نص كوبايه ميه بس لحد ما تبدا الطماطم تغلي وتنزل ميتها. الحله كبيره وما شاء الله اخدتهم، كانت الكميه كبيره معايا. يعني انا كنت جايبه حوالي 5 كيلو من السوق او 4 كيلو، وكان في يجي 3 كيلو كمان. مية بالهنا والشفا. وادي القرنبيطه ومعايا البسله والجزر. هاخد بقى القرنبيط، هحط الاول ميه تغلي في حله فيها ملح وكمون عشان اسلق فيها القرنبيط. هقطع بقى القرنبيطه ديت لحد ما الميه تغلي واسلقها. وراها اقشر البسله واقشر الجزر، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا البسله والجزر تفريزهم سهل جدا. طبعا احنا كمان لسه هنخزن فاكهه عشان عصير رمضان. فان شاء الله هوريكم ازاي هنخزن الجوافه والبرتقال ومعاه جزر كمان، والفراوله باذن الله. وكده كده انا عندي مانجا اصلا في الفريزر من الصيف، فمش هحتاج، ما فيش اصلا مانجا كمان دلوقتي. بس ان شاء الله يعني هتنفعنا كتير في رمضان، هنعمل كنافة بالمانجا وللعصاير باذن الله. ان شاء الله ربنا يا رب يبلغنا واياكم رمضان على خير، واحنا كلنا يا رب في احسن حال، وبيوتنا دايما كلها فيها الخير كله يا رب. بصوا بقى، انا بحب اقطع القرنبيط قطع صغيرة. طبعا احنا رمضان عشان جاي في الشتاء شوية السنة دي، فالقرنبيط هيبقى حلو لو عملناه يوم على الفطار ولا حاجة. فانا شلت ديت عملتها على 3 اكياس. ولما انزل السوق هجيب واحدة كمان بإذن الله اعملها برضو. وان شاء الله هوريكم ازاي نخزن السلق والقلقاس كمان. هينفع كل الخضار ده بإذن الله، ينفعنا في رمضان وهيوفر علينا وقت. هبدأ بقى اقطع القرنبيط كده قطع صغيرة. طبعا انا مش هسلقه قوي، يعني انا هسلقه، هطلعه قبل ما يستوي كده في السلق حاجة بسيطة علشان انا هشيله في الفريزر. فعشان ما يبقاش مستوي قوي ويتهري معايا بعد كده.
انا كده كنت قطعت القرنبيط كله خلاص. بوريكم ان انا قطعت فيه قطع صغيره كده. وكنت مستنيه بقى خلاص الميه بتاعه القرنبيط تغلي وهبدا اسلق. هنا بقى هبدا افصص البسله كده. طبعا كلنا عارفين ان البسله بتتخزن ازاي. انا البسله بقشرها كده، بفصصها وبغسلها كويس وبسيبها في مصفى طول الليل وبغطيها لحد ما تصفي ميتها كويس جدا. وبكون كمان غسلت الجزر، قشرته وغسلته وقطعته مكعبات وغسلته وحطيته مع البسله في المصفى يصفوا ميتهم. وبقوم تاني يوم الصبح بقوم شايلاهم على طول في اكياس او في علب، اللي هي علب التخزين. بس انا ما كانش عندي علب، كانت خلصانه، فكان حطيت في اكياس النهارده. طبعا البسله انا مخزنه منها كيلو قبل كده او كيلو ونص تقريبا، عملت منهم 4 اكياس. ودوت كيلو هعمله على كيسين المره دي، فمش هخزن بقى بسله تاني كده خلاص. هنا بقى كانت الطماطم بدأت تغلي خلاص، بوريكم الطماطم. هقلبها بقى كويس كده عشان اطلع اللي تحت فوق واللي فوق تحت كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين هسيبها شويه كمان. وكانت ميه القرنبيط كمان غليت، فهجيب بقى القرنبيط اسلقه. هنزل بقى بالقرنبيط، وزي ما قلت لكم انا مش هسلق القرنبيط سلقه كامله، انا هطلعه ناقص سوا شويه او ماسك نفسه شويه كده، علشان انا لسه هشيله في الفريزر فما يعجنش معايا ويتهري. هطلع القرنبيط كمان في مصفى وهغطيه بحاجه وهسيبه برده التاني يصفي ميته خالص ويبرد تماما. وبعد كده هبدا اعبيه في الكيس، مش هشيله وهو سخن علشان ايه؟ البخار اللي هيطلع منه وهو في جوه الاكياس هيخليه يتهري زياده او يستوي زياده، وانا مش عايزاه يستوي قوي. فانا هسيب القرنبيط برده يبرد تماما. هبدا بقى كده اطلعه في مصفى زي ما انتم شايفين، واسيبه لما يصفي ميته ويبرد خالص. وبعد كده هرجع اشيله في اكياس. الفيديو ده طبعا بقاله كام يوم متصور، بس هينزل لكم النهارده الخميس. انا واقفه اصلا بسجل الفيديو وانا واقفه في المطبخ بعمل فطار عشان انا صايمه. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. يا رب اللهم امين. يصلح حالنا وحالكم ويرزقكم ويرزقنا من حيث لا ندري ولا نعلم ولا نحتسب، اللهم امين. هنا بقى كان تاني يوم. كانت البسله خلاص اتصفت خالص. طبعا الهاند بلندر جنبي عشان هضرب الطماطم. فهجيب البسله بعد ما قطعت عليها الجزر. الكميه دي هعملها على كيسين، فعشان اعرف اقسمها كويس هعملها بالكوبايه كده، او ممكن تعمليها بطبق او باي حاجه عشان تعرفي تقسمي كويس، يبقوا الكيسين متساويين وقد بعض. هنا ناقص المقطع بتاع القرنبيط. انا كنت عبيت القرنبيط في 3 اكياس هنا، بس مش عارفه المقطع ده ضاع مني ولا اتحذف ولا راح فين. المهم
القرنبيطه كانت حجمها كويس، فانا كنت قسمتها على 3 اكياس زي ما انتم شايفين هناك اهو. طبعا دي كوبايه البلح بتاعتي اللي هفطر عليها. هفرد بقى البسله كده في الكيس علشان ما تاخدش مكان عندي في الفريزر. وادي كمان القرنبيط عملت منه 3 اكياس زي ما انتم شايفين، وكيسين من البسله. هجيب بقى الطماطم، الحله بتاعه الطماطم برضو من امبارح غطيت عليها على البوتاجاز وسبتها، وما قدرتش بقى اعمل حاجه تاني امبارح خالص، فقلت النهارده اكمل كله مع بعض. هجيب بقى الهاند بلندر واضرب الطماطم. هضرب بقى الطماطم بالهاند بلندر كويس جدا، وبعد كده هرجع اصفيها وابدا اعبيها في اكياس. ضربت بقى الطماطم، جبت حله تانية حطيت فوقيها مصفى، وهبدا اصفي جزء جزء كده او كميه كميه لحد ما اخلص كل اللي معايا. كنت كل جزء بصفيه بعبيه على طول. انا عندي كده مج بلاستيك بحب اعاير بيه، كل كيس بياخد مني مج وشويه صغيرين خالص، يعني يا دوب كده مج وحاجه، مج وعليهم 3 معالق كده كبار ولا حاجه. وبيبقى يا دوب الكيس على قد الاكله، بس ما بطلعش زياده عشان ما بوظش. هنا بقى كميه الطماطم اللي عملتها، وادي البسله، وادي القرنبيط. ويا رب اكون فدتكم النهارده في تخزين البسله والقرنبيط، هو طبعا حاجه سهله جدا. وبالهنا والشفا، باي باي.